في يوم أحمد رجع من الشغل بدري، لقى مراته مع صاحبه في أوضة نومه، فكان رد فعله مفاجأة وبارك العلاقة عشان تتحول السهرات الثنائية لسهرات ثلاثية، وده كله كان مقابل الحشيش. بس اللي حصل بعد كده مش هيخليك تفرق مين الجاني ومين المجني عليه. وتبدأ الحكاية من 20 سنة بالظبط، قبل سنة 2013، من بنت صغيرة اسمها منى. كان عندها 15 سنة في الوقت ده، وظروفهم المادية كانت على قدها، علشان كده نزلت تشتغل في مصنع، وهناك اتعرفت على شاب اسمه أحمد كان بيشتغل معاها في نفس المصنع. وأحمد كان عنده في الوقت ده 22 سنة، والاتنين أعجبوا ببعض، وبعد كده تحول الإعجاب لحب. ولأن أحمد كان سليم النية وقتها، ما أخدش وقت كتير في العلاقة وتقدم لمنى على طول، وفعلا اتجوزوا هما الاتنين. والاتنين كانوا صغيرين في بداية حياتهم، وبدأوا يشتغلوا ويكملوا بعض ويأسسوا أسرتهم الصغيرة. وبعد كام سنة قرر الاتنين إن هما يسيبوا الشغل في المصنع، وكانوا في الوقت ده قدروا يحوشوا مبلغ كويس، وأحمد أجر محل صغير وفتحه علشان يبيع ويصلح موبايلات فيه، ومنى اشتغلت في كوافير. وبعد 5 سنين من الجواز منى جابت ولد، وبعدها ب3 سنين جابت بنت، والأسرة أصبحت أكبر وأسعد، وظروفهم المادية كانت في تحسن. لكن للأسف الشيطان ما عجبوش إن هو يلاقي أسرة سعيدة ومترابطة، علشان كده بعت الشيطان البشري الصغير، واللي كان بيتمثل في صورة صاحب أحمد، وكان اسمه عمرو، وكان أصغر من أحمد ب12 سنة، ولكنه كان بيتاجر في المخدرات. علشان كده عمرو بدأ يجر رجل أحمد لطريق الإدمان، ومن هنا بدأت كل حاجة. أحمد بدأ يهمل في شغله وفي علاقته بمراته وأولاده، وبقى يسهر طول الليل مع صاحبه عمرو، يدخنوا حشيش ويتعاطوا برشام مخدر، والأمر بدأ يزيد عن حده، وبقى سهر طول الليل وإهمال للشغل وإهمال لمراته وبيته. علشان كده منى مراته فكرت في فكرة ممكن تعدل بيها الأمور لحد ما، وطلبت من جوزها إن هو يجيب صاحبه عمرو للبيت ويسهروا مع بعض بدل ما يسهروا بره البيت. وفعلا أحمد سمع كلامها وجاب عمرو للبيت، وبدأوا هما الاتنين يدخنوا الحشيش والبرشام. ومنى كانت بتدخل أوضة النوم وتقفل على نفسها هي وولادها، لكن دخان الحشيش وريحته كان بيملى الشقة كلها. علشان كده مع الوقت ومع السهرات شبه اليومية بدأت منى تتعود على دخان الحشيش، وكمان كانت بتستناهم كل يوم علشان يعملوا كده، لحد ما بقت منى شبه مدمنة عليه. وفي يوم أحمد جوزها نزل من البيت ونسي الموبايل بتاعه، ومنى ساعتها مسكت الموبايل واتصلت بصاحبه عمرو اللي اتفاجئ بيها وهي بتكلمه، وطلبت منه ان هو يجيب لها حشيش من غير ما جوزها يعرف، وهي هتدفع ثمنه. وطبعا بالنسبة لعمرو هي مجرد زبونة في الوقت ده وهتشتري منه وتنفعه. وبالفعل اتفقوا هما الاتنين على كل حاجة وقتها، وعمرو راح عند أحمد البيت علشان يسهر معاه زي كل ليلة. وبعد شوية استأذن منه علشان يدخل الحمام، وأحمد طبعا كان في عالم تاني. وعمرو في طريقه للحمام لقى المطبخ، وفي مكان محدد متفقين عليه هو ومنى حط الحشيش، وساعتها لقى الفلوس حسب الاتفاق. وبدأت منى تدخن الحشيش بالنهار. وبعد كام يوم أحمد ومنى قرروا إن هما يدهنوا الشقة، ودي كانت أصلا شغلانة عمرو صاحب أحمد، واللي عرض عليهم إن هو يقوم بده. وبدأ عمرو يجي لوحده علشان يدهن شقة صاحبه، وأحمد كان بيعتبر عمرو صديقه الحميم وأخوه الصغير، علشان كده كان بيسيبه في الشقة لوحده مع مراته. وطبعا أولادهم راحوا المدرسة، ودي كانت فرصة كويسة جدا للشيطان. والموضوع ما أخدش وقت طويل، الحشيش كان مقابل العلاقة المحرمة. وطبعا منى وافقت على طول، وبدأت علاقتها مع عمرو اللي بقى عشيقها، وانتهى دهان الشقة بعد كام يوم. لكن العلاقة استمرت لسنين، وعمرو بقى يروح لمنى وهي قاعدة لوحدها في الشقة، واللي بقت مدمنة الحشيش والعلاقة المحرمة معاه. وفي يوم أحمد جوزها رجع من الشغل بدري علشان يتفاجئ بمراته وصاحبه في أوضة نومه وهما في وضع العلاقة المحرمة. والمفروض أي تصرف راجل عادي عنده نخوة وغيرة في موقف زي ده إنه يقتلهم، بس المفاجأة هنا كانت في رد فعل أحمد. غضب واتضايق لكنه ما عملش أي حاجة لا لمراته ولا لصاحبه، وعمرو ساعتها هدده إنه مش هيوفر له الحشيش لو عمل أي مشكلة. وفي لحظات بسيطة جدا اتحول أحمد من راجل مدمن لراجل ديوث، ووافق على انه يكون في علاقة بين منى وعمرو مقابل الحشيش. وتحولت السهرات الثنائية لسهرات ثلاثية، ومن سهرات تدخين وحشيش بس لسهرات تدخين وليالي حمراء. واحمد جوز منى رضي بالوضع، لكن الغريب ان منى وعمرو ما رضيوش، وعمرو بدأ يتعمد اهانة احمد واذلاله، لدرجة انه هو كان بيجبره انه يبقى موجود في اوضة النوم ويشوفه وهو بيعمل علاقة مع مراته، واحمد برضو ما منعش. ومنى كمان بدأت تتعمد تهين احمد بالكلام عن رجولة وفحولة عمرو، وبرضو احمد مهتمش، وبقى عمرو هو المتحكم في مرات صاحبه والبيت وحتى احمد ذات نفسه. لكن من غير اي مقدمات منى طلبت من عمرو ان هو يقتل جوزها احمد، وطبعا عمرو استغرب جدا وسأل عن السبب، لان كان كل شيء متاح ومباح لمنى وعشيقها بعلم ورضا جوزها الديوث.
وما كانش عند منى ساعتها اي مبرر لطلبها ده، بس واضح جدا ان منى ما كانش في حسبانها موضوع انها تقتل جوزها علشان يخلالها الجو مع عشيقها. واعتقد ان منى وصلت لمرحلة من الاحتقار لجوزها خلتها تطيق الشيطان ولا تطيقه. بس عمرو عشيقها رفض في البداية، وهي بدأت تهدده انها تمنع نفسها عنه لو ما نفذش طلبها. وطبعا كان عمرو بيحبها وعبد رغباتها وما عندوش استعداد انه يخسرها، علشان كده وافق على طول. وفي يوم هما سهرانين مع بعض جوزها يتعاطى مخدرات كتير ويبدأ يفقد الوعي، علشان كده بتقوم هي وعشيقها يربطوه من ايديه ورجليه بالحبال، وبعد كده بيضربوه بالرصاص بس ما ماتش. فساعتها طلبت من عمرو ان هو يضربه رصاصة تانية علشان يقع على الارض جثة هامدة. وبعد كده حطوا جثته في شوال ورموها في مكان مهجور، والناس تاني يوم لقوا الجثة، علشان كده اتصلوا على الشرطة وبدأت تعمل تحرياتها. وعرفت ساعتها ان الجثة لأحمد، وكان عنده ساعتها 40 سنة، وان ورا الجريمة دي هي مراته منى اللي كان عندها في الوقت ده 35 سنة، وصاحبه عشيقها عمرو اللي كان عنده 30 سنة. وتم فعلا القبض على منى وعشيقها. وساعتها لما كانت الشرطة بتستجوبها كانت مستغربة جدا، لان كانت منى عندها ثبات انفعالي رهيب جدا، وكانت بتحكي بشكل عادي وما كانتش ندمانة على اللي هي عملته. بس لما بدأت تحكي عن قصتها من اول يوم قابلت فيه جوزها، ساعتها عرفوا السبب وعرفوا هي ليه مش ندمانة على قتل جوزها. والسؤال هنا، مين اكتر اجرام وفساد في التلاتة؟ هل الزوج ولا الزوجة ولا العشيق؟ يهمني اسمع رأيكم.